اتميزت بجمالها اللافت للنظر وموهبتها الفنية الكبيرة. الفنانة فايزة كمال اتولدت في 3 سبتمبر سنة 1962، وأسرتها عرضت عملها بالفن، لكنها أصرت على حلمها والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية واتخرجت بتفوق. وما اعتمدتش على جمالها وبقت تدور على أدوار صغيرة، أمل في إنها تلاقي عمل كويس. وبعد مجهود رشحها الفنان الكبير سعد أردش علشان تشارك معاه في مسلسل بعنوان العدل والتفاح قدام الفنانة مديحة كامل، ونجحت في استثمار الفرصة وقدرت إنها تجذب أنظار المنتجين ليها بقدراتها التمثيلية. وتوالت أعمال فايزة كمال الناجحة بعد كده، وشاركت في مسلسلات كبيرة زي الطاحونة والمال والبنون ورأفت الهجان، وقدمت على السينما حوالي 20 فيلم، منها الطائرة المفقودة والحب في غرفة الإنعاش وبنت حارتنا. والفنانة فايزة كمال اتولدت في الكويت لأب وأم مصريين كانوا شغالين في الكويت، وعاشت هناك أكتر من 20 سنة، وأنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية هناك. واتجوزت من المسرحي مراد منير، وأنجبت منه طفلين يوسف وليلى. وفي أحد حواراتها الفنية كشف جوزها المخرج منير مراد عن أول لقاء جمعه مع الفنانة الراحلة كممثلة، وقال أثناء مشاركتها في مسرحية الملك هو الملك مع الفنان محمد منير: راهن صلاح السعدني إنها تكون أسوأ ما في العرض. وأضاف: لكني كان عندي تأكيد على موهبتها وقدراتها الفنية، وأنا اللي كسبت الرهان. والفنانة فايزة كمال عاشت على الشاشة بنفس سمتها في الحقيقة، وما قدمتش أدوار تخجل منها، وقدمت أعمال اجتماعية جادة كانت بتقول إن الفن رسالة ومش مجرد تسلية. أما عن سبب ابتعادها السنوات الأخيرة، كشف جوزها إنها تعرضت لمضايقات وتعرضت لإغراءات كتيرة، لكنها رفضت كل حاجة بتعارض مبادئها وعاشت لأسرتها. ولما هاجمها مرض سرطان الكبد فضلت الغياب والانسحاب في هدوء. كشف جوزها إنها اتعرضت لمضايقات من منتج مشهور، والمنتج ده انتقم منها وطلب من زملائه المنتجين إنهم ما يستعينوش بيها في أدوار. ورغم التضييق عليها عاشت حياة سعيدة ومفرطتش في قناعتها مقابل الشهرة والفلوس. والفنانة فايزة كمال اتعرضت لآلام شديدة ودخلت مستشفى القصر العيني، وبعد الفحوصات والتحاليل عرفت إنها مصابة بسرطان الكبد. والأطباء نصحوها إنها تفضل في المستشفى بعد فشل جراحة أجرتها، وده خلاها تصاب بمضاعفات كتيرة وسريعة دخلت على أثرها العناية المركزة، وتوفت يوم الاثنين 26 مايو سنة 2014، وكان عندها وقتها 52 سنة.